السلام عليكم. أنا إسلام ودي قناة EG Automation. ولو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة فضلا. ودلوقتي يلا بينا ندخل في موضوع النهاردة. يا جماعة الخير، شركة OpenAI اللي عملت لنا تشات جي بي تي وقلبت بيه الإنترنت نازلة دلوقتي بحاجة جديدة خالص، متصفح إنترنت ذكي. ومش أي متصفح وخلاص، لأ، ده متصفح ممكن يغير الطريقة اللي بنستخدم بيها الإنترنت تماماً. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مش بس هتفتح بيه مواقع، لأ، ده هيبقى شريك ليك في كل حاجة، من أول البحث عن معلومة لحد حجز مواعيد أو حتى كتابة إيميل. تابع معايا وهقول لك كل التفاصيل. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل دي خلينا نبدأ من الأول خالص. يعني إيه متصفح إنترنت أصلاً؟ بص يا سيدي، أي حاجة بتدخل على الإنترنت بيها زي كروم، فايرفوكس، أوبرا، دي اسمها متصفحات. هي البرامج اللي بتكتب فيها www.google.com وتدخل على المواقع. بس الحقيقة من زمان قوي مفيش تغييرات كبيرة حصلت، يعني كلهم بيعملوا نفس الوظيفة تقريباً، لحد ما جت OpenAI وقالت استنوا، إحنا هنغير اللعبة. طيب المتصفح الجديد ده بيشتغل إزاي؟ بص، الفكرة كلها مبنية على تكنولوجيا اسمها ايجنت، يعني زي مساعد ذكي عايش جوه المتصفح بتاعك. المساعد ده اللي اسمه غالبا هيكون اوبريتور، ده بقى تقدر تكلمه مباشرة. يعني تقدر تقول له مثلا دور لي على أرخص تذاكر سفر من القاهرة لدبي في أول أسبوع من أغسطس، وهو مش بس هيبحث، لا، ده هيروح يدور ويجمع لك الأسعار ويقدم لك جدول مرتب، كأنك بتتعامل مع مساعد شخصي فهمك، مش مجرد محرك بحث بيرمي لك لينكات وخلاص. والأقوى من كده كمان هو الدمج الكامل مع تشات جي بي تي. تخيل معايا، المتصفح ده هيبقى جوه دماغه تشات جي بي تي، يعني مش هتضطر تفتح موقع وتسأل، لا، كل حاجة هتبقى مدمجة جوه المتصفح. مثلا لو بتقرأ مقال علمي معقد، تقدر تحدده وتقول له لو سمحت فسرهولي بلغة بسيطة، وفي ثواني حرفيا يبدأ يشرح لك بالعربي أو الإنجليزي زي ما تحب. ده غير طبعا المميزات الإضافية اللي بتخليه سابق عصره. أولا فهم نواياك، يعني هيفهم انت عايز ايه حتى لو طريقة كتابتك مش دقيقة قوي. ثانيا الواجهة الذكية، دي غالبا هتكون تفاعلية أكتر، ممكن تتكلم مع المتصفح بالصوت أو بالكتابة. وثالثا ودي بجد هتغير حياة ناس كتير، الملء الأوتوماتيكي للفورمات. يعني مثلا لما تيجي تملأ استمارة تقديم لوظيفة أو بيانات شغل، هو هيقرأ المطلوب ويملى لك الفورمة لوحده. واو. وطبعا البحث فيه متطور جدا، مش مجرد كلمات مفتاحية زي جوجل، لا، ده بيحلل اللي انت بتدور عليه ويقدم لك نتائج مفهومة وسريعة. طب السؤال المهم، امتى بقى هينزل؟ شوف، كل المصادر الموثوقة بتقول انه قريب جدا، يعني ممكن خلال أسابيع بسيطة من دلوقتي، تحديدا قبل نهاية يوليو 2025، ده لو منزلش بالفعل وانت بتتفرج دلوقتي. وفي احتمال كبير كمان ان النسخة التجريبية تنزل الأول لمستخدمي تشات جي بي تي بلس في أمريكا، وبعدها تتوسع لباقي الدول. وبالنسبة للاسم، فالاسم المحتمل ان اتسرب في التقارير التقنية هو أورا. لسه مش مؤكد 100%، بس بصراحة اسم جميل لو طلع حقيقي. طيب عشان نلخص القوة دي كلها، ايه الفرق الجوهري بينه وبين جوجل كروم؟ بص معايا كده، كروم بيبحث بالكلمات بس، انما متصفح اوبن اي اي هيبحث بالنية والمعنى. كروم ما عندوش ذكاء اصطناعي مدمج، التاني عنده. كروم بيملى فورمات بشكل بدائي، التاني بيعمل ده تلقائي وبذكاء. يعني باختصار، الفرق زي الفرق بين موبايل نوكيا القديم ده ال110 والايفون الحديث، الاتنين بيتصلوا بس التجربة مختلفة تماما. هل ده خطر على جوجل؟ الإجابة المختصرة طبعا. جوجل حاليا مهددة فعلا، خصوصا بعد ما الناس بدأت تعتمد على تشات جي بي تي أكتر من بحث جوجل نفسه. ومتصفح اوبن اي اي ده ممكن يخلي الناس تستغنى عن كروم وبحث جوجل مع بعض، وده يعني ضربة مباشرة في قلب إمبراطورية جوجل. طب هل فعلا هنستغنى عن باقي المتصفحات؟ بصراحة التغيير مش هيحصل في يوم وليلة، الناس بتحب اللي متعودة عليه. لكن لو المتصفح ده فعلا اشتغل بنفس الجودة اللي بنتكلم عنها دي، أنا متأكد إن كتير من الناس، خصوصا اللي شغالين في التعليم، البرمجة، كتابة المحتوى، هيعتمدوا عليه بشكل أساسي. الخلاصة يا جماعة، OpenAI جاية تنقل تجربة التصفح من مجرد بحث
لعالم ذكي متكامل بيخدمك، متصفح بيسمع لك وبيفهمك وبيساعدك، والإطلاق قريب جدا، فاستعدوا. وفي الآخر بقى، لو حبيت الفيديو ده ما تنساش تدعمني بلايك محترم وتكتب لي رأيك في الكومنتات، واشترك في القناة عشان أول ما ينزل رسمي أكون أول واحد أشرحه لك بالكامل. وهسيبكم مع السؤال ده تفكروا فيه: تتوقع المتصفح ده فعلا هيكسر احتكار كروم وسيطرته على السوق، ولا هو مجرد تجربة جديدة ومثيرة وهتعدي مع الوقت؟ شاركوني بآرائكم. كان معاكم إسلام من قناة EG Automation. سلام.